السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده دايما وسعادة يا رب. يومكم صباحكم جميل، صباحكم عسل، صباحكم فل. النهارده يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو في ناس بتسأل عليه، وهو ازاي نستخدم فلاجيل، وايه هو العلاج المناسب للمطهر المعوي للبكتيري واي حاجة يا جماعة. وبالنسبة للزلاج الاخضر او الزلاج المية او اي حاجة، طبعا عندك الزغاليل مسيفة، عندك الزغاليل بتاكل كويس بس ما تبانش عليها، بتفضل خسانة كده. طبعا يا جماعة ده فلاجيل شراب بشري، تمام، حلو جدا، مطهر معوي كويس جدا. ماشي يا جماعة، هنعرفكم برضو بطريقة الاستخدام عشان في ناس كتير بتسألني ازاي استخدم الفلاجيل، او ايه هو العلاج البشري للمطهر المعوي وايه استخدامه الصحيح. في ناس بتشتكي ان الزغيرة عندها مسيفة خسانة، في ناس بتشتكي ان الحمام بياكل ويبقى كاشش. طبعا الفلاجيل ده مطهر معوي جدا جميل، وطبعا ضد الفطريات، كشاشين الحمام، التسييف، الهضم. تمام يا جماعة، هعرفكم ازاي طريقة الاستخدام. طبعا يا جماعة استخدام الفلاجيل، لو عندك الحمام كبير بتدي الحمام الكبير 1 سنتي، تمام، 1 سنتي قبل الأكل. يعني هتدي مرة في اليوم 1 سنتي قبل الأكل. تمام يا جماعة، يعني هتدي الحمام على معدة فاضية، هتدي الحمام الكبير 1 سنتي قبل الأكل. طب لو الزغاليل، هتدي الزغاليل نص سنتي برضو قبل الأكل. يعني هتدي الكبير لمدة أسبوع أو 5 أيام، ماشي نخليها 5 أيام. هتدي الحمام الكبير 1 سنتي لمدة 5 أيام قبل الأكل كل يوم مرة، والزغاليل نص سنتي قبل الأكل لمدة 5 أيام. طب لو هتدي جماعي، عندك حمام مثلا سايب وعايز تدي للحمام السايب، يبقى هتدي 5 سنتي لمدة 5 أيام في المية على رتل مية. يعني هتدي 5 مرات على مدة 5 أيام، 5 سنتي على الرتل في اليوم، يعني 5 سنتي على رتل المية في اليوم لمدة 5 أيام. تمام يا جماعة، هن... هن... هنعمل لكم الكلام ده عملي دلوقتي، تمام، وإن شاء الله عشان الناس كلها تستفاد، عشان في ناس كتير بتسألني تستخدم الفلاجيل إزاي وإيه هو العلاج المناسب. هنبدأ معاكم يا جماعة، هيبقى معاك الفلاجيل أهو. طبعا يا جماعة ده في أي صيدلية بشرية بيكون موجود. ادي شكل الجزازة وادي شكل العلبة اهو يا جماعة. تمام يا جماعة، هنستخدمه مع بعض. الفلاجيل بنرج الجزازة كويس، بنرج الجزازة كويس، ماشي، نرج الجزازة كويس اهو. طبعا هندي الحمام مع بعض. زي ما انتم شايفين يا جماعة السنتي اهو، تمام. هندي كل فرد 1 سنتي. زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو اهو. ده طبعا أول فرد معانا اهو. هناخد تاني بالسرنجة برضو عشان الناس اللي ايه كلها تستفاد، بالذات اخواتنا الايه المبتدئين. ادي السنتي التاني يا جماعة اهو، زي ما انتم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة اهو اهو. تمسك الفرد تملك منه كده عشان ما ايه ما يروحش منك.
وادي السرنجة اهي، مفيش اسهل من كده. تمام يا جماعة، الكلام ده لمدة 5 أيام كل يوم سنتي. ده بالنسبة للحمام الكبير الشغال أو الشبابات. تمام يا جماعة، أنا هجيب لكم برضو زغلول وهوريكم ازاي تدوله. ورجعنا لكم يا جماعة تاني اهو. هندي الزغاليل. تمام يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو. اهو ادي يا جماعة نص سنتي الزغاليل لمدة 5 أيام. لو الزغاليل عندك مسيفة، طبعا ما شاء الله ده مش مسيف ولا حاجة، ده زغلول استرالي تلتين تركي ما شاء الله. اهو يا جماعة هنديله برضو نص سنتي لمدة 5 أيام عشان برضو ايه يبقى حجمه كويس معانا ويبقى مستواه كويس زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو. ده مطهر معه يا جماعة ضد الكنكر وأي أمراض بكتيرية. طبعا ما تستخدمش الكلام ده بعد الأكل، لازم تستخدم الفلاجيل قبل الأكل. تمام يا جماعة، هتدي الحمام الكبير زي ما قلنا 5 أيام كل يوم 1 سنتي لمدة 5 أيام قبل الأكل، وتوكل بعدها ب10 دقايق. وهتدي الزغاليل نص سنتي لمدة 5 أيام برضه قبل الأكل. تمام يا جماعة. طب لو الحمام سايب هتدي 5 سنتي على الرجل لمدة 5 أيام وإن شاء الله هتشوف فرق كبير. ولو عندك زغاليل صغيرة من عمر 5 أيام أو 6 أيام تديهم فلاجيل عادي نص سنتي عادي خالص، مفيش أي مشكلة خالص. تمام يا جماعة. أهم حاجة يا جماعة ما تقطعوش الفلاجيل ده من عندكم عشان خاطر تبقى أنتوا مستفيدين. تمام، عشان التسييف بتاع الحمام أهم حاجة، عشان أكتر الناس بتعاني من تسييف الحمام. ماشي يا جماعة، وعشان الناس كلها يبقى في بركة في الحاجة بتاعتها. يا جماعة مفيش تسييف ولا حاجة ما شاء الله اهو، بس أنا برضو بديله عشان خاطر إيه أبقى محافظ على الزغاليل بتاعتي، بالذات في فترة الشتاء ديت بتلاقي فيه كنكر وتلاقي فيه بلاوي زرقاء وتلاقي الزرق بتاعه اللي هو الزبل بتاعه لونه متغير. فإن شاء الله يا جماعة تسمعوا الفيديو، والفيديو لو عجبكم ما تنسوش تصلوا على النبي عشان انتوا تستفادوا واحنا كمان نستفاد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك عشان الفيديو يوصل أكبر عدد من الناس، وعشان خاطر اخواتنا المبتدئين كمان يكونوا استفادوا ويستخدموا الفلاجيل ازاي. ده يا جماعة الفيديو ده عشان خاطر اخواتنا اللي بيسألوا ازاي يستخدموا الفلاجيل. تمام، وان شاء الله الفيديو الجاي يا جماعة هنعمل لكم حاجة جديدة وهنكلمكم عن الخميرة البشري، عشان في ناس برضو بتسألني ازاي نستخدم الخميرة البشري. والفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جميل، فيديو مصرح لاستخدام الخميرة البشري وطريقة استخدام الخميرة البشري. تمام يا جماعة، أهم حاجة يا جماعة يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك. وأهم حاجة يا جماعة اللايك، واكتب تعليق لو في أي حاجة أنت مش فاهمها، وهنكتب لك التفاصيل بتاعة طريقة الاستخدام الفلاجيل في صندوق الوصف. وإن شاء الله رب يكون الفيديو نال إعجاب الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.